وهيفضل البعد وهتفضل المسافات من أدق الوسائل لقياس حقيقة الشعور. في بعد بيفاجئك باشتياق ما كنتش عامل حسابك عليه، وفي بعد بيخليك تنسى ويعرفك إن وجودهم كان مجرد تعود ومشاعرك كانت وهم، وفي بعد بيندمك ويعرفك إنك كنت في شعور مش بسهولة بيتعوض والاعتياد خلاك مش حاسس بقيمته، وفي بعد بيسيب جواك وجع بيبقى سبب لنسخة جديدة منك، وفي بعد بيخليك تتعلم تتمسك وما تفرطش، وفي بعد بتكتشف من بعده إنك ما كنتش عايش، موجوع ومش حاسس. كتير ما بنبقاش واعيين لحقيقة مشاعرنا في وقتها، ولا بنستوعب إذا كانت حقيقة ولا مؤقتة، وجودها ضرورة ولا الممنوع مرغوب، أمان ولا حيرة وقلق، احتياج ولا مجرد هروب ولهفة وتحدي وخروج عن المألوف. البعد بيخلينا نميز بس بعد الوجع، والبديل ليه الوعي والبصيرة اللي يخلوك تفرق وتميز حقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان. وده بيحصل لو اتوجدت التقوى في نواياك وفي الهدف من مشاعرك وفي تعاملاتك مع كل شعور. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إدراك ده هيوفر عليك وقت وتجارب ومشاعر وأوجاع كتير. دمتم بخير.